السلام عليكم. اكيد سمعتوا المثل اللي بيقول القرد في عين امه غزال، بس يا ترى ليه الام شايفه كده؟ وهل المثل ده ظلم القرد؟ تعالوا نعرف الحكايه. انا محمد ودي قناه اي حاجه. مصر هي اصل الفكره. في برديه فرعونيه بمتحف تورينو، الكاتب اني نصح ابنه وقال له: ما تسمعش كلام الناس، امك بس اللي تشوفك كامل. والبابليين خلدوا الفكره في لوح طيني وقالوا: حتى الابن الجاهل في حضن امه حكيم. كل حضارة عبرت بطريقتها. الصين: الابن القبيح في عين أمه وسيم، كتاب شو يوان. فرنسا: كل طير شايف فرحه جميل، قاموس أمثال لاروس. ومصر قدمت أمثال عملية: العين اللي ما تعرفش تشوف جمال ولدها أكحلها بالحب، وده مثل شعبي مسجل. العلم أثبت إن ده غريزة مش دلع. في دراسة في جامعة أكسفورد 2010 بتقول إن مخ الأم بيفرز مواد كيميائية تغير نظرتها لشكل ابنها. وفي دراسة لهارفارد 2017 بتقول إن 80% من الأمهات شايفين عيالهم أحسن من الحقيقة. فالمثل ده مش سخرية، ده درس لكل إنسان بيحب بجد. الحب الحقيقي بيخليك تشوف الجمال حتى في اللي الناس مش شايفينه. وإحنا كمان محتاجين نفتش عن الغزال اللي جوانا، يمكن نلاقيه لما نشوف نفسنا بعيون اللي بيحبونا.